شوية شوية شوية. لا كان عندي، ما كان عندي أي شيء، ما كان عندي تضاريس، ما كان عندي أي شيء. كنت أنا يعني شوي كنت تضاريس في تعب بسبة الجامعة وبسبة حياتي وكل شيء، حتى شعري بدأ يطيح وكل شيء. سلام. ففي بنت صورتني في محل، يعني محل حق ملابس. الحين قاعدين يطلعون هالمقاطع ويقولون شمس انتي تركبين شيء فيك، وانتي يعني وين كانت اغراضك؟ من متى نحن نعلق على المرأة نقول أغراض بهالشكل الصدق التشيب، بهالشكل نحن كيف نرضاها؟ انتم كبنات سواء كان تحبوني او ما تحبوني، كيف ترضونها ان يطلعون هالكلمة، كلمة اغراض على البنت؟ كيف نحن ما ننقاس بالاغراض. سوري التضاريس. صح سلام. طلع لي المقطع حقت شمس الفارس، ما كان عندي شيء وما كان عندي أغراض. قلت الحين تتكلم عن معاناة اجتماعية، معاناة مادية، تقول أنا كنت مثلا فقيرة ولا كنت أعاني من أشياء معينة، ما كان عندي السند أحد. هنا طلعت تتكلم عن التضاريس ويزعلوا لما يعني شوفوا، أنا مع حرية إنه الواحد يلبس ويسوي اللي يبغاه. عيش حياتك، اطلع سوي اللي تبغاه. ترى على فكرة، خليني أنا بس أبغى أرتب أفكاري، بقول لكم شيء. اللي يتابعها، أنا ما أتابعها، بس ما يحتاج الواحد هذول يتابعهم كذا يلقطهم. نفس المقدمة هذه اللي قالتها مرة في إعلان ميك اب، نفس الكلام كله. طبعا حطيت لكم الجزء، لسه بحط لكم مقطع حاطين فيها آهات مو آهات كذا، أغنية ماذا فعلوا مدري إيه. ترى هذه صناعة الترند، إذا ما تعرف هذه من أشياء صناعة الترند. تطلعي بيجامة وتعمل مكياجك وإنك متأثرة ويتلاقفوا هذا المقطع، ويعني إنه عشان تطلع ترند. تحسبوا المقطع طبيعي؟ لا، المقطع مو طبيعي. أنا هذا اللي يهمني في المقطع. ترى يبين المقطع إنه واحدة بس مضجرة من تعليقات الناس على التعليق. لا لا لا، مسوية زيه أخوه نفس الكلام، سيناريو مكتوب في إعلان. ممكن أحد يجي يفكر ويقول هذا الكلام يتكرر عليها كثير فهي تبغى تستخدمه بطريقة، ممكن. لكن صناعة الترند تكون بهذه الطريقة، إن الواحد يقول حاجة ما هي مهمة ويضرب ويصير ترند. هذا صناعة، لأنه الترند باختصار هو صناعة التفاهة. أنا لما شفت المقطع ترند قلت، أو أول ما فتحته هي تقول أنا ما كان عندي شيء وما كان عندي أغراض، كنت حبيبتي يمكن عندها معاناة شخصية، بنت بين صغيرة يعني. هذه الأشياء اللي تكلمنا عنها أضرار الأطفال والمراهقين لما أهاليهم يعرضوهم للسوشيال ميديا. تكملة المقطع ما أدري إذا تبوني أنزل لكم أجزاء، أنا شفته كامل اللي طلع لي. يعني تقول إنه أنا صغيرة وأنا قاعدة أكبر معاكم، إن هي يعني هي إيش تنمروا على جسمها، قالوا لها ما عندك شيء، من فين جبت هذا الشيء؟ فتقول أنا قاعدة أكبر. تقول حتى العشرينات، ما وصلت العشرينات. تقول إنها ما وصلت العشرينات وقاعدة تدرس طب، ما شاء الله تدرس طب وعندك وقت هذه الأشياء كلها. إيش الطب هذا الخطير؟ قولوا لنا إيش الكليات الطب هذه اللي بنات الطب عندهم وقت يعملوا ترندات وتلبس 20,000 قطعة وتصورها من قدام ومن ورا وتروح إيفنتات من بلد لبلد. وش الطب ده؟ يا خوفي من الأطباء اللي حيطلعوا لكم خلاص اطلعي. إذا المقطع يعني مرة الناس على اطلع بلي أنا كبرت وانتهينا. طبعا في ناس قاعدين يكتبوا لي هي بس تبغى تثبت إن هي ما سوت شيء وهي بعمر صغير. لا، ما توقعت تسوي شيء، يعني تاكل وخلاص وتسمن يعني. لكن أحد فيكم فكر، غير سالفة التفاهة وصناعة الترند، أحد فيكم فكر؟ ما نعرف كيف أقولها، كيف وصلنا لهذا المستوى؟ أغراض، تضاريس. ده الضحك وين؟ نسيت أعلق هذا التعليق. تقول من متى نقول أغراض؟ عادي طيب نقول تضاريس. تضاريس كلمة أخذها من كتاب الجغرافيا، لكن أغراض كلمة مأخوذة من وين يعني؟ كيف تسمحي لنفسك تقولي أغراض؟ شو طلع؟ طبعا في حساب ثاني مطلع لها مقاطع، يعني مقتطفات ترندات تشارك فيها.
كلها ترند، تسوي كذا تسوي كذا. البنت يا حبايبي فرحانة، ما كان عندها تضاريس أغراض وصار عندها. لا تحنكوها يعني، لا تحبكوها، خلوها تنبسط وخلي عبد الله الراجحي ينبسط. ايش دخل عبد الله الراجحي دحين؟ مغرم عاشق مغرم. الانباء حقتها يقولوا ما ادري كيف مخليه زيزو يتحكم في كل شيء يعني، بس قال صغيرة وكذا وما حيناسب مع عمري فخليها العبد. ترى البنت حزنة، البنت صغيرة بالعمر. هذه أضرار. شفتوا لما قلنا طبعا هي مشاركة بالترند اللي مسويته على نفسها، لكن يحزن مصير هذول البنات الصغار، بنات أو شباب يعني المراهقين اللي يعيشوا مراهقتهم بالسوشيال ميديا. والله أنا كانت تطلع لي دايما مقاطع عليها وكنت أعمل سكيب، كنت أقول ما له أهمية. يعني تفحيط غير طبيعي عشان توريكم الأغراض. وانا مو ضد ترى، بس عشان ما حد يفهمني غلط، توري اغراض تسوي اللي تبغاه، بس دحين يعني عشان تركزوا في الاغراض بطلع اتكلم اقول انتم مركزين في الاغراض. صوري وانبسطي وورينا الفستان من قدام ومن ورا وانتهينا. يعني جت عليك يا بنتي كل الناس كانوا يوروا اغراضهم عادي. تعرف ايش المشكلة في انه الواحد يعلق على هذه الاشياء، مو انه بس يسويها. والله يعني لما يكون واحد عنده قناعات انه هو اللي قاعد يسوي شيء عادي، خاصة هذول المشاهير مرة اللي يعني انهم احنا توب واحنا، فهمتوا؟ ليش ينشغلوا بهذه التفاهات؟ صناعة ترند بس عشان يبغوا الناس يقعدوا يتكلموا زيادة عن هذه التفاهات الأغراض. وطبعا الحين عادي تطلع لكم بعد كم يوم، يمكن بكرة ولا يمكن الحين بعد ساعة، تقول لكم أنا طلعت تكلمت بعفوية وأنتوا أخذتوا المقطع وأنتوا تسوي لكم زي سارة الورعاني لأني مميزة، صرت ترند، مو لأني أنا أصنع الترند. هذا إذا ما كانت هي ولا أحد من تلاقي مديرة أعمالها ولا أمها يدفعوا الحسابات النوعات عشان يطلعوا. أهم شيء شفتوا الأغراض، تأكدتوا من صحتها وسلامتها. تدروا لما شفت مقطعها فتفكر أقول إيش إحساس الناس اللي يعانوا، أهل الضمان، إحسان مواطن، الناس اللي عندهم معاناة في حياتهم حقيقية، لما يدخلوا يهربوا من واقعهم، يدخلوا السوشيال ميديا يلاقوا واحد يقول ما كان عندي شيء، يحسبوا أوه في دراما في الموضوع، بعدين يطلع يتكلم عن الأغراض. ترى الموضوع هذا حساس لازم تعرفوا عند البنات وخاصة البنات النحيفات. هذا الموضوع تبغون نتكلم فيه حساس جدا. وهي قالت في بداية المقطع الموضوع هذا حساس، تقول ما بقول وزني، الموضوع هذا حساس. ترى في بنات يعانوا من الأشياء هذه، يعانوا لدرجة يروحوا زي الرهاب. في قصص أعرفها يعني في الواقع، في ناس يأكلوا كانوا بس هذول وضعهم غير، اللي كانوا عندهم هوس النحف. بعدين نحكيكم دحين، قولوا لي تبون نحكيكم الموضوع ده ولا نعمل سكيب؟ أيوة ديلو شوية عيد ميلادها. أقول لكم شيء بعدين.